السلام عليكم ورحمة الله. النهارده إن شاء الله هنتكلموا على الخشب زي اللي احنا شغالين بيه بتاع الركن. طبعا أنا أغلبية الركن كلها بعملها زان، إلا لو حد عايز خشب سويد زي ما انتم شايفين كده. دي الخشبة الزان اللي أنا بشتغل بيها، خشبة محترمة. طبعا بيبقى كلها بوصة ونص في 2 بوصة، ما عدا الحتة بتاعت الصدر بتبقى 10 سنتي، بتبقى كبيرة عشان خاطر بحرها واسع اللي هي هنا. دي حاجة ديت السرير، طبعا الميكانيزم زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو لسه ما ركبلوش العجل، فطبعا هيعاكس شوية واحنا بنعملوه. ده السرير طبعا لما يركب طبعا لسه في رجل ولسه في عجل والكلام دوت، فهو اللي بيظبط الحاجه ديت. طبعا دوت شازلونج، الشازلونج دوت 160 مش 2 متر. المعتاد بيبقى 3 او الستاندر بيبقى 3 متر في 2 متر، بس عشان خاطر العميل عنده المكان حجمه فخليناها 160 بحيث يبقى في شكل اوضح للركن. طبعا بيبقى اعماق على حسب برضو الاماكن، في اماكن ما ينفعش فيها العمق الكبير وفي اماكن ينفع فيها، وعلى حسب الستايل برضو هو اللي بيربط الواحد. وزي ما انتم شايفين كده الدراع دوت على طبقتين، بس انا مثبته بيتنجد اللي تحت وبعد كده يتنجد اللي فوق ويتركب عليه زي ما انتم شايفين كده. الناحية دي طبقتين اهو. نفس النظام هنا في الركنة التانية، ديت صحارة وهنا سرير. ده هنا كمكان او كمقاس ده يعتبر ستاندر، بس في زياده تقريبا 30 سنتي او 40 سنتي زياده. انما الستاندر بيبقى 3 في 2، الاثنين بيبقى الاغلب الصحاره والثلاثه بيبقى فيها السرير. دولت قطعتين، ده الشازلونج وده السرير. نفس الشغل ده هو الشغل اللي هناك، حتى نفس الدراع. طب نفس الدراع ليه؟ عشان خاطر طالع موضة فمدي شكل احسن من الاشكال التانية. هنا الصحارة واخدة الظهر كله، اما الشازلونج التاني واخد دراع بس، يعني هنا واخد ظهر كامل. هنا خلينا الظهر لغيناه وعملنا بداله دراع، بيبقى الشكل بتاعها احسن وافضل واشيك. دي تعتبر زي عملية شوية غير التانية في الشكل احسن وافضل. يعني زي ما انتم شايفين كده ديت الصحارة بالميكانيزمات بتاعتها والسرير بالميكانيزمات بتاعته. طبعا كل دوت بالتصميم بتاعي، مش من عند النجار، لا انا بديله مقاساتي تصميمي، اقول له انا عايز كذا كذا كذا، بحيث ان انا بعد ما بيخلص بيديني الفينش نفس اللي في الصورة بالظبط اللي بيعوزها العميل، مش حاجة مقاربة، لا بتبقى نفس المقاس بالظبط. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير واللي ما اشتركش يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.